أعلن إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة الحرب الروسي منذ قليل حالة الحرب في المقاطعات الأربعة. اجتماع أعلن بوتين على تطبيق حالة الحرب على أوكرانيا أي في كافة المناطق والمقاطعات. أطلب من قادة الأقاليم بأن يبدأوا فورا بإنجاز وتنفيذ هذا الإعاز. بوتين يعلن الحرب في المناطق الأربعة وقاذفتان نوويتان روسيتان تحلقان على حدود الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهور طائراتها الانتحارية في سماء كييف. أوروبا تهدد إيران. سابقة من نوعها، ماليزيا تعتقل خلية للموساد الإسرائيلي وتنقذ فلسطينيا. سنقاتل حتى آخر جندي. روسيا تجلي سكان خيرسون. فهل حان موعد سياسة الأرض المحروقة؟ لا تزال كرة النار في أوكرانيا تتدحرج بسرعة كبيرة، فقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء حالة الحرب في الأقاليم الأربعة الأوكرانية التي ضمها لروسيا: دونيتسكي ولوغانسكي وخيرسون وزابروجيا. وقال في اجتماع لمجلس الأمن الروسي: وقعت مرسوما على وضع الأحكام العرفية في دونباس وخيرسون وزابروجيا. كما بين بوتين أنه منح صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم الروسية لضمان الأمن وتنظيم عمل المصانع والمؤسسات لدعم العملية العسكرية، معلنا عن إنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في المناطق المنضمة لروسيا. واتهم الرئيس الروسي خطاب الحكومة الأوكرانية بالوقوف وراء العملية الإرهابية التي استهدفت جسر شبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا، والتي أعلنت موسكو ضمها عام 2014. وقال أن كييف ترفض أي عرض للتفاوض وتستمر في قصف المدنيين. وغداة تصريحات بوتين، أعلن يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فانغر الروسية شبه العسكرية أن المجموعة شرعت في بناء خط تحصينات دفاعي محصن في منطقة لوغانسكي. وكان بوتين قد أعلن في 30 سبتمبر في احتفال حاشد بالساحة الحمراء في موسكو قرار الضم ل4 أقاليم أوكرانية، ووقع ممثل تلك المناطق على المراسيم على وقع التصفيق الحار. وفي غضون ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين من قاذفاتها الاستراتيجية من طراز تو 95 MS المعروفة بلقب الدب قامتا برحلة استمرت أكثر من 12 ساعة فوق المحيط الهادي وبحري بيرينغ وأوخاتسكي. وجاء تحليق الطائرتين اللتين تتمتعان بقدرات نووية في وقت توتر شديد بسبب الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا ومواجهاتها مع الغرب، بعد أن قال حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إنهما يتوقعان أن تجري روسيا تدريبات لقواتها النووية. وفي أول تعليق من واشنطن، قالت قيادة الأمن الجوي الأمريكية الكندية الثلاثاء أن السلاح الجوي اعترض أمس الاثنين قاذفتان روسيتين من طراز تو 95 بالقرب من ساحل ألاسكا. وقالت نوراد في بيان أن مطاردتين اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز تو 95 دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا. ومن جانبها ذكرت القيادة الأمريكية الشمالية أن الطائرتين الروسيتين ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا. ومنطقة تحديد الدفاع الجوي هي محيط تتم فيه مراقبة الحركة الجوية من قبل جيش دولة أو أكثر خارج مجالها الجوي الوطني، للحصول على وقت إضافي للرد في حالة حدوث مناورة معادية، وتمتد من منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا نحو 300 و200 كيلومترا من الساحل. وقال الجيش: نحن على استعداد لاستخدام مجموعة من الخيارات للدفاع عن سيادة أمريكا الشمالية والقطب الشمالي. بعد ظهور طائراتها الانتحارية في سماء كييف، أوروبا تهدد إيران. توعد الاتحاد الأوروبي إيران بعقوبات ردا على بيعها لروسيا طائرات مسيرة تستخدمها في قصف أوكرانيا. وفي حين تحدث المرشد الإيراني عن الموضوع، نأى الكرملين عن الخوض في التفاصيل. وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن لديه أدلة كافية لفرض عقوبات على إيران لإمدادها روسيا بالمسيرات التي تستخدمها في الحرب على أوكرانيا. وأفادت مصادر للجزيرة بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات إيرانية في الأيام المقبلة على خلفية مبيعات الأسلحة إلى روسيا. وأضافت المصادر أن العقوبات ستشمل 5 أفراد و3 مؤسسات،
وستناقش العقوبات اليوم قبيل القمة الأوروبية. من جانبه قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الكرملين ليست لديه معلومات بشأن الحديث عن شراء بلاده طائرات مسيرة انتحارية من إيران. وأوضح بيسكوف أن هذه المسائل تخص وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن بلاده تستخدم آليات وأسلحة روسية تحمل أسماء روسية خلال عملياتها الخاصة في أوكرانيا وفق تعبيره. من جهته قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن من كان يقول إن المسيرات الإيرانية صور مفبركة أصبح يحذر الآن من خطورتها، وأضاف: يريدون محاسبة إيران من خلال مساءلتها لماذا تبيع أسلحتها لهذا الطرف أو ذاك. وقال خامنئي: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن تطوير الصناعة النووية مهم، وحققنا إنجازات في هذا المجال. سابقة من نوعها، ماليزيا تعتقل خلية للموساد الإسرائيلي وتنقذ فلسطينيا. أعلنت أجهزة الأمن الماليزية تفكيك خلية تابعة للموساد الإسرائيلي، وأعلنت إنقاذ شاب فلسطيني تعرض للخطف على يدها. نجحت أجهزة الأمن في ماليزيا بتفكيك شبكة تجسس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي، ونقلت صحف ماليزية عن مسؤولين قولهم أن الموساد جند خلية من 11 ماليزيا على الأقل بهدف تعقب نشطاء فلسطينيين. وأشارت إلى أن خلية الموساد اختطفت خبيرا فلسطينيا في تكنولوجيا المعلومات ينحدر من غزة وسط العاصمة كوالالمبرو في 28 من الشهر الماضي، ونقلته إلى منزل ريفي في ضواحي العاصمة قبل أن تتمكن المخابرات الماليزية من الوصول إلى الخاطفين خلال 24 ساعة وتعتقلهم وتحرر الرهين الذي غادر البلاد بعد الحادث بأيام. ولفتت إلى أن الشاب تعرض للتحقيق من عناصر إسرائيلية عبر الهاتف خلال خطفه. وقالت صحيفة نيو ستريت تايمز الماليزية الإلكترونية إن الخلية حاولت خطف رجلين فلسطينيين يشتبه بأن لهما علاقة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، فيما لم تنجح إلا باختطاف أحدهما وقدم الآخر بلاغا لدى الشرطة. وذكرت مصادر ماليزية أن تحقيقات كشفت ضلوع خلية الموساد بالتجسس على مواقع مهمة في البلاد منها مطارات، فضلا عن اختراقها لشركات إلكترونية حكومية، ولم تستبعد هذه المصادر وجود خلايا أخرى نشطة للموساد. وقالت المصادر ذاتها إن الموساد استعان لتنفيذ العملية بعملاء ماليزيين كان قد تم تدريبهم في دول أوروبية. وأشارت الصحيفة الماليزية إلى أن الفلسطيني الذي تعرض للخطف تعرض أيضا للاعتداء داخل السيارة فيما حاول الخاطفون فتح هاتفه الشخصي. وحسب الصحيفة اقتاد الخاطفون الشاب الفلسطيني مقيدا ومعصوب العينين إلى منزل معزول، وهناك جرى تكبيله. وأشارت إلى أن الشاب استطاع التعرف على الخاطفين وتأكد له أنهم ماليزيون. وأوضحت: عندما داهمت الشرطة المنزل كان الاستجواب لا يزال مستمرا. سمع رجال إسرائيليون على الطرف الآخر من خط الهاتف وهم يستجوبون الضحية. وعندما دخل عناصر الأمن الماليزيون ارتبك الجميع، وقال الإسرائيليون بصوت عال: مرحبا مرحبا، ثم قطعوا الاتصال مباشرة. روسيا تجلي سكان خيرسون، فهل حان موعد معركة الحسم؟ أعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون جنوب أوكرانيا أن القوات الأوكرانية أصبحت على مشارف المدينة وباشرت إجلاء السكان منها، وذلك غداة اعتراف جنرال روسي بصعوبة الوضع، في حين تحدثت موسكو عن إحباط محاولة أوكرانية لاستعادة السيطرة على محطة زابروجيا النووية. فقد قال كيل ستريسموف نائب القائم بأعمال حاكم خيرسون إن عشرات الآلاف من القوات الأوكرانية باتت على مشارف المقاطعة، مضيفا أن السلطة المحلية تملك معلومات تفيد بهجوم وشيك للقوات الأوكرانية على المنطقة التي ضمتها روسيا إليها مؤخرا، مع كل من زابروجيا جنوب شرق ولوغانسكي ودونيتسكي بإقليم دونباس شرقا. وأكد ستريموسوف نقل السلطات المحلية في المقاطعة إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبرو التي تقع مدينة خيرسون على ضفته الغربية، كما أكد نحو 40% من سكان المدينة والمقاطعة غادروا المنطقة. وبالتزامن أعلن حاكم خيرسون الموالي لروسيا فلاديمير سالدو أن أكثر من 5000 مدني غادروا المقاطعة خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى خطة لإجلاء ما يصل إلى 60,000 خلال الأيام الستة المقبلة. وقال سالدو إن الهدف من عمليات الإجلاء حماية السكان المدنيين، كما برر القرار بإمكانية حدوث فيضان في المنطقة في ظل ما وصفها بالمخططات الأوكرانية لتدمير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية
مؤكدا أن القوات الروسية ستقاتل حتى الموت كي تظل المدينة في قبضتها. وبثت وسائل إعلام روسية صورا لمدنيين يعبرون النهر مشيرة إلى أن المغادرين يتجهون نحو الضفة الأخرى لنهر دنيبرو إلى مدينتي أوشكي وغولا. وكان قائد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرجي سوروفيكين أكد أمس الثلاثاء صعوبة الوضع في خرسون، ولم يستبعد اتخاذ ما وصفها بقرارات صعبة. وفي أول تصريح إعلامي بعد تعيينه في منصبه أشار سوروفيكين إلى أن الجيش الأوكراني يستعد لشن هجوم صاروخي على سد محطة كاخوفكا الكهرومائية، مما يهدد بتدمير البنية التحتية ووقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين على حد تعبيره. وقال الجنرال الروسي أن قوات بلاده لا تسعى لتحقيق تقدم سريع حفاظا منها على أرواح الجنود والمدنيين. وفقا لوكالة رويترز اضطرت القوات الروسية في خيرسون للتراجع لمسافة تتراوح بين 20 و 30 كيلومترا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مشيرة إلى أن ذلك يعني أنها مهددة بأن تصبح عالقة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسوا أن تخبرونا بآرائكم في قسم التعليقات.